السلام عليكم، مرحبا بكم في اون دو على قناتكم زوم على الكره. الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا فيها على جوج ديال الحوايج. اول حاجه المنتخب الوطني المغربي الاقل من 17 سنه اللي غادي يواجه اليوم في ماتش مصيري اللي لا يقبل القسم على جوج. منتخب امريكا، منتخب اللي ماشي سهل وخصم اللي قوي وقوي بزاف، وهذا الشيء راه هضرنا عليه بالتفصيل في قناتنا على اليوتيوب. ماتش اللي غادي يتلعب اليوم مع 44 دقيقه واللي غادي يخسر فيهم غادي يرجع في حالته. الولايات المتحده الامريكيه اللي اكيد غادي يبغيو ينتقموا من المنتخب الاولمبي ومنتخب الاقل من 20 سنه، وغادي يبغيو يردوا لنا الدين في هذه المقابله هذه. ولكن نبيل بها والاشبال ديالو ان شاء الله عندنا الثقه فيهم، وخصوصا انهم تاهلوا من رحم المعاناه. اللي متاكدين منه هو ان الماتش ما غاديش يكون سهل بتاتا، وغادي يكون ماتش صعيب وصعيب بزاف، حيت امريكا راه ماشي شي فرقه اللي سهله. دونك اللي كنتمناو لهم حنايا هو التوفيق وما يكون غير الخير ان شاء الله. وثاني حاجه اللي غادي نهضروا فيها اليوم هو المنتخب الوطني المغربي اللي غادي يلعب اول مباراه وديه ديالو. ولكن الحدث ماشي هو هذا، الحدث هو افتتاح ملعب طنجة الكبير، ملعب ابن بطوطة، واللي تعاود كامل من جديد وتيكيبا باحدث التقنيات. ملعب اللي ما كيقلش مكانه على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، واللي بحد ذاته واخد اهميه كبيره اكثر من المقابله اللي غادي يلعبها المنتخب. الماتش ضد الموزمبيق اللي غادي يتلعب مع 8 ديال العشيه، اجواء اللي غادي تكون اكيد عالميه، وكنتسناو واحد الافتتاح مبهر، وان المنتخب الوطني المغربي يربح بواحد النتيجه عريضه باش يفرحنا ويفرح الجماهير المغربيه كامله. وحنا الا كسب فراه غادي نكونوا في قلب الحدث وغادي نقلوا لكم الاجواء وحده بوحده. فافتتاحيه موفقه للاسود وليد الركراكي، وبالتوفيق لاشبال نبيل بها في المباراه المصيريه.